السلام عليكم الخوت. الغلط اللي درت انا بغيت حتى شي وحده ديرو، غتبعوا ما يقيسي من الاول حتى الاخر، وبغيت كاع البنات يستافدوا منه وياخذوا منها العبره. انا الخوت كنت كنبغي واحد السيد بزاف وحتى هو كان كيبغيني. بقيت معاه على علاقه تقريبا شي عام، كنخرجوا في حدود نطاق زعما الاحترام، كنخرجوا كنجلسوا في قهوه، كندوروا شويه كنرجع لدارنا عادي. هاد السيد كان ناوي معايا المعقول، انسان ولد دار الله عمرها دار. صافي قلت لي بلا ما نبقى نطولوا هادشي ديال الخروج والدخول، الا كنتي باغيني وانا باغياك من الاحسن نجي لدارنا خطبنا. فعلا هاد السيد جاب عائلته الله يعمرها دار. صافي جابهم وجاب لي الخطبه، كبر بيا قدام دارنا. الاب ديالي وافق، شرط عليه شي شروط، تهلا بنتي دير لي دارها بوحدها. اب ديالي من الطبع ديالو شويه قاصح وراجل كما كنقولوا صريم، يعني كيقول حاجه في الوجه ما كيخبيش. بزاف الناس ما كيتقبلوش على الصراحه ديالو والصرامه ديالو. كان كيشرط على الراجل ديالي باللي يسكنني بوحدي وعني تهلا فيا، ما يخصني حتى شي حاجه، ما يخرجني لا نخدم لا حتى شي حاجه. صافي السيد اللي خطبني وافق على كل شيء. صافي الخوت دوزنا تقريبا شي 4 شهور. رجع راجلي، جاد الاب ديالي قال لي خاصنا ضروري نديروا العقد. صافي الاب ديالي قال لي صافي نجمعوا الوريقات ونديروا العقد. فعلا جمع لي بابا الوراق وجمعنا داكشي اللي خاص العقد، درنا العقد ديالنا. صافي راجل ولا كيعيط لي في التليفون كيقول لي صافي انت دابا وليتي مراتي، وقت ما بغيتي نقول لك اجي عندي للدار اجي عندي. قلت لي لا، يعني هادشي ما اتفقناش عليه النهار الاول، يعني تنديروا العرس وديك الساعه نجي عندك ونروح لداري عادي. قال لي لا، دابا انت مراتي وانا باغي نسبق ليله الدخله قبل ما نديروا العرس، راه كيوقعوا مشاكل وكيكون ثقاف كيكون سحر، من الاحسن نسبقوا هاد ليله الدخله. صافي بقى كمصر عليا. انا ما كنتش باغا في الاول، ولكن تشاورت مع صحاباتي قلت لهم واش نقدر ندير الدخله قبل زعما العرس وداك الشيء. قالوا لي لا، من حقه، السيد راه مزوج بيك وانت حلال ديالو. في الاول انا كنت متردده ورافضه، ولكن صحاباتي زعموني كما كنقولوا، بقى كيقولوا لي ماشي هادشي راه ماشي عيب، راكي مراته على سنه الله ورسوله، الا قال لك شي حاجه يعني لبي لي الطلب ديالو. ايوا الخوت درت راي صحاباتي وتزرفت. مشيت مع راجلي، درنا ليله الدخله عادي بخير وعلى خير. بقات لينا تقريبا شي شهر العرس وغنديروه. صافي فجأة راجلي كيتفاهموا الاب ديالي على العرس، فين غنديرو، شحال غيعطي ديال الفلوس، الفلوس يعني شحال اللي غيتقام العرس وداك الشيء. ما تفاهمش هو الاب ديالي شرط عليه شي شروط الصراحه قاصحه بزاف. شرط عليه انه يجيب الذبيحه الكبيره ويدير العرس كبير ويديروا في القاعه، يعني غيخسر فيه على الاقل واحد 9 ولا 10 المليون. راجلي قال لي انا ماشي في الاستطاعه ديالي انني ندير هادشي كامل. ناقش هو والاب ديالي. الاب ديالي قال لي حنا باقي ما درنا في الطاجين ما يتحرق، دفع دعوى الطلاق وطلق بنتي. راجلي قال لي الاب ديالك راه بغا يطلقك، انا ما عليا ماشي سوقي، لحقاش راجلي شويه عنده النفس خايبه وما كيرضاش. بقيت انا وسهم مع عيني الاب ديالي مع عيني الراجلي، كنقول له واش انت حماقيتي، راه دخلتي بيا، راه ما يمكنش انك تطلقني، راه ما خاص لا قلت الاب ديالي راه يقتلني. وبابا طبعه قاصح بزاف وخايب، قال لي باباك اللي بغى هادشي انا غندير هذاك الشيء اللي قال لي. والسيد من نيته مشى دفع الطلاق وطلقنا. داك القاضي دار لي الطلاق قبل البناء. هو انايا المشكله راني السيد دخل بيا وخد الشرف ديالي وكل شيء، والمصيبه الكبيره والصاعقه الكبيره هو انني اكتشفت راسي حامله. ايوا الخوت راني واقعه في واحد الورطه صعيبه بزاف وما كنتمنى حتى شي بنت. دابا ما عرفش شنو غندير، واش نقول لطالقي راني حامله، واش نقول للاب ديالي الا قلت لي غيقتلني. ما عرفتش ما ندير. كنتمنى اي واحد سمع قصتي يعطيني شي نصيحه شنو غندير. راني طايحه في واحد المشكل اللي كبير بزاف وبغيت البنات كاملين ما ديروش نفس الغلط اللي درت انايا، ما طيحوش في نفس الغلطه اللي طحت فيها انايا. وبغيتكم كاملين تاخذوا من قصتي العبره وتبارطاجيو على اوسع نطاق، وما تنساوش تنصحوني وتخلوا لي شي كومونتير. شكرا لكم مسبقا وخليتكم على خير.